بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. بعض الأخبار كده المتداولة ليا رأي فيها، عايز أتكلم فيها لو تأذنوا لي. أولهم وأهمهم خبر رأس الحكمة. النهاردة دولة رئيس الوزراء أعلن عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة، وهي بشكل عام صفقة أو حاجة اقتصادية كويسة بتتعمل في مصر، هتكون سبب خير لمصر إن شاء الله الأيام القادمة كما صرح دولة رئيس الوزراء. أنا لسه ما قلتش رأيي، لكن اسمحوا لي قبل ما أتكلم في موضوع رأس الحكمة اللي تفضل دولة رئيس الوزراء وشرحه للمصريين كنصر اقتصادي مبين، وأنا أراه نصرا اقتصاديا كما تفضل وقال الرئيس الوزراء. بس واقف هنا عند كام نقطة اسمحوا لي. أولا، دولة رئيس الوزراء قال إيه؟ قال لك إنه الصفقة دي عائداتها الدولارية على مصر 35 مليار دولار، وطبعا إحنا ناس عاقلين كفاية إن إحنا نقول إن رقم زي ده لو دخل مصر في خلال الشهرين اللي تفضل وقال عليهم دولة رئيس الوزراء، ده رقم يدي نفس لمصر ولا يعطيها حياة. يعني إيه؟ أنا جيبي مليان دلوقتي، معايا 20 مليون جنيه. تمام، أنا فل. لإمتى؟ معرفش، ديبيندز اون بقى مصر هتعمل ايه بالارقام دي، هتدخلها في ايه، هتستفيد بيها في ايه، ده امر انا معرفوش وما خططتلوش. لكن فكره ان يخش 35 مليار دولار لمصر، حتى لو جزء منهم وديعه في البنك المركزي 11 مليار لصالح الامارات، اوكي، احنا شلنا من على كتافنا 11 مليار، يعتبر دين محسوب زي ما قال الدكتور مصطفى، محسوب دين على مصر، دين خارجي اتشال من عليها، وهتاخدهم وتاخد 24 مليار دولار تانيين كاش، 15 بعد اسبوع تقريبا. هو رئيس الوزراء كده قال لك 10 15 بعد اسبوع، مش عارف رئيس الوزراء بيعمل كده ليه. والباقي بعد شهرين من الدفعه الاولى. طيب امال مالك يا عم مواطن ونص؟ انت مش عاجبك العجب بقى ولا انت عايز ايه بالظبط؟ انا اقول لحضرتك، اذا قام رئيس الوزراء بتسويق مشروعاته بشخصه بمؤتمرات صحفيه من هذا النوع، يبقى احنا محتاجين رئيس وزراء لوحده على جنب كده للاعلان عن الانتصارات الاقتصاديه. كنت انتظر ان اللي يعلن عنه وزير الاسكان. يا استاذ هيثم، ما هي مصلحه برضه يا سيدي، والله العظيم بونبوني. شكرا دكتور مصطفى مدبولي واعضاء الحكومه الموقره وكل من عمل في هذا الملف. لكن اللي لاحظته انه رئيس الحكومة طلع علينا حتى يزف لنا هذا الخبر الخطير. ده اللي عنده، خلي بال حضرتك، ده اللي عنده. أول ما بقى عنده جوه ما استخسرش فيك وطلع قال لك ده كلام كويس، بس بالنسبة لي أنا ما يلزمنيش. ليه؟ شوف يا فندم، نجاحك مش في إتمام صفقة. الصفقة دي تعملها هيئة التنمية السياحية. يا استاذ هيثم دي صفقه كبيره واكبر من كده 5 مرات. هيئه التنميه السياحيه عملت شرم الشيخ، عملت الغردقه، عملت السخنه، عملت مرسى علم، عملت وحدث ولا حرج. مشروعات اتصورها اكبر من راس الحكمه. يعني انت يا استاذ هيثم اللي مزعلك ان رئيس الوزراء طلع بنفسه عشان يعلن عن موضوع راس الحكمه؟ لا، ده يمكن يضايقني سيكا، انما أنا خروج رئيس الوزراء عشان يتكلم مع المصريين مش في ده. لأن بعد ما سمعت سيادته قال كل ده، أنا عايز أسأله سؤال، وبعدين هنبيع إيه تاني؟ وإيه قدرتنا على التحمل بال 35 مليار دولار دول؟ هيحلوا لنا مشاكل إيه؟ ويعيشونا قد إيه؟ أنا زيد سيادتك مش شعر بيت. إذا كانت مصر مدينة كما قال الأستاذ عمرو أديب ب 42 مليار دولار هذا العام، معنى ذلك يا دكتور مصطفى إن هذه الصفقة الرائعة الكبيرة الخطيرة مش جاي لنا منها ربع سنت لأنها سداد ديون. لو أنا فاهم غلط صححولي. واحد تاني هيقول لي لا يا أستاذ هيثم، هي الحكومة لا، هم هياخدوا 35 مليار دولار يعملوا لك بيها 28 منطقة صناعية كبيرة، ظهير صناعي وزراعي، ومش هيدفعوا ديون السنة دي ويسوقوا الملف. أقول لك مش هيحصل. أولوية مصر الأولى الالتزام في سداد ديونها، وكأن مصر متاخد عليها صورة مخلة. طيب
هل مصر هتتعثر في سداد دين وهي، شوف يا بيه، طول ما احنا عمالين نجري ورا الدين ونبيع عشان نسد ونبيع عشان نظبط دولار، بعد اذن حضرتك يا دوله رئيس الوزراء كلمني عن فكرك ماذا صنعت عشان الدولار يرجع مكانه اللي هو مش مكانه. اما يا فندم اذا سيادتك او النظام كله بيتبع البيع كمنهج واسلوب حياه، يبقى انتوا كنتوا فشلتوا في البيع طول من ساعه ما مسكتوا البلد. ما اذا كان ده الحل عندكم النهارده، ليه بقالكم 10 سنين ما عملتوهوش مثلا؟ عشان كنا نتحل. ما كانش ابدا لو بيعه زي دي تمت من 3 سنين 4 سنين ما كانش هيحصل اللي بيحصل فينا دلوقتي، دولار واسعار منفلته وما ترتب عليه من انفلات سعري في السوق الى اخره. طيب المبلغ ال 35 مليار دولار ده هل ممكن يعمل حاجه في مصر؟ حاجات. طب عزيزي المواطن، ماذا تنتظر من هذا المبلغ؟ سلامتك. اوعى يكون عندك عشم في حاجه. اوعى يكون عندك عشم في حاجه. هم باعوا ب 35 مليار، ب 200 مليار، ب 500 مليار، حضرتك مش هيجي لك ظرف. انما حضرتك يجي لك ظرف واثنين وثلاثه في حاله ان البلد دي دارت واشتغلت. السؤال الان، ال 35 مليار دول هل مصر هتسد بيهم دين يبقى احنا بنقطع من لحم مصر عشان نسد ديون؟ يعني هل ده المنهج؟ يبقى احنا نبدا نفكر معاك وعندنا ايه للبيع؟ نطلع افكار. مصر فيها ايه قابل للبيع؟ كل حاجه قابله للبيع. كل حاجه منتهى السهوله، كل شيء انت بتملكه قابل للبيع. تفضل دوله رئيس الوزراء وقال لك ان مصر هتاخد 35% من عائدات الارباح، كلام جميل ومحترم. بس اللي عايز اقوله يا حضرات الساده ان ده صفقه كبيره ولكنها ليست نصرا اقتصاديا. أنا بالنسبة لي قانون استثمار جاذب للاستثمار والمستثمرين أحسن عندي من 200 مشروع زي ده. بكرر، هيئة التنمية السياحية في مصر قدرت تعمل مشروعات أكبر من ده. يمكن مفيش مشروع واحد قد ده، لكن المشروعات المجتمع اللي عملتها هيئة التنمية السياحيه اتصور انها اكتر من ده. وما طلعش الرئيس مبارك او الدكتور احمد نظيف او الدكتور، يعني رؤساء الوزراء تشدقوا بهذا طيب. لكن رئيس الوزراء انا اشوفه ان هو راجل عايز يطمن المصريين، فبيقول لهم اطمنوا احنا عملنا بيعه كويسه. يا دوله الرئيس، هل سيادتك ترى ان ده دور سيادتك كرئيس وزراء مصر؟ ان حضرتك طالع تكلمني تقول لي انا بعت بيعه؟ حد هيقول لي ما تسفش يا استاذ هيثم، الموضوع دي مش بيعه، ده مشروع ضخم هيتعمل. مشروع ايه؟ يا بيه مشروعي تعالى بس هنا. هو انت نجيب ساويرس فعملت مشروع فطالع يا بيه دي مصر ولا 20 مشروع زي دول عشان تكلمني ان البلد دي يتحس فيها والناس تحس فيها ان حركه، وده يروح يشتغل هنا وده يروح يشتغل هنا وده يبيع خامات وده يبيع. يعني القصه مش قصه ان انا عملت ما احنا عملنا قناه السويس يا اهل مصر. قناه السويس اكبر ولا اهم ولا ايه الحكايه؟ ايه حصل؟ ايه انتقلنا؟ اصولنا زادت، عائداتنا زادت، اتقصت النهارده النص. ما هو كل شيء معرض للريسك، ان كان خدمات، عمليات بيع، كل شيء وارد فيه الريسك. انا رافض ان منهج بلدي انه يبقى رئيس الوزراء يطلع يعلن على المواطنين اتمام صفقه. كان اولى بيها وزير الاسكان في قطاعه، وكان اولى برئيس الوزراء انه يقول لي مش في 6 سنين ان انا هحل مشكله الكهرباء عن طريق كذا، وان الدولار هيعود الى قواعده عن طريق كذا، وان مصر بصدد انشاء المشروع الاكبر في العالم لانتاج البتنجان المخلل والحاجات الكبيره دي. ده اللي انا، ما تقوليش مشروع ب 150 مليار دولار. 150 مليار دولار يعني عملنا ايه؟ مصر انتقلت ولا تريليون دولار مصر تنتقل يا بيه. ده الرئيس قال عايز تريليون دولار عشان يشتغل. فتسويق نشاط الحكومه، مفيش كلام يا جماعه، ده احد مخرجات الحكومه واحد انشطتها وجزيل الشكر عليه. بس من فضلك لو سمحت، مش ده دورك ومش ده المطلوب منك، والمطلوب منك قد ده 1000 مره وان ظننت غير ذلك. طيب عملنا راس الحكمه، طيب هنعمل ايه تاني؟ فين الدوران؟ فين الشغل؟ فين فين الحركه؟ الناس هتشتغل في ايه؟ هنصدر ايه؟ هنجيب عمله صعبه ازاي؟ انما بيع يا فندم، انا بيع لحضرتك قد راس الحكمه 3 مرات بس. لا يا فندم، وحضرتك رايح بعيد ليه؟ ادي توجيه لهيئه التنميه السياحيه تبدا، مش تبدا، تستدعي مستثمريها الغاضبين انه يعملوا 100 مشروع في مصر الشهر ده يتعمل. بس لو سمحتوا براحتهم،
ده دورها، هي هيئه معموله للتنميه السياحيه. نجحت؟ نجحت. نجحت. ومن ساعه ما بقى عندنا سعر قيمه الارض وبقينا بنتاجر في الاراضي، قولوا لي هيئه التنميه السياحيه عملت كام مشروع في مصر؟ ما احنا بقينا بنتاجر في الاراضي، بقت ارضنا غاليه والانسان رخيص. يبقى اجي اجيب هيئه التنميه السياحيه اقول لهم حضراتكم اخر 5 سنين عملتوا كام مشروع؟ في انتظار الاجابه. طب ما عملوش ليه؟ ما اصل النهارده متر الارض برقبه. يعني ايه برقبه؟ ما يقدروش هم، يعني هم ما هو خلي بال حضرتك في رئيس، واذا وجد الرئيس بطل الجميع في دوله زي مصر. انما انا اجيب السيد المحترم الاستاذ الجميل الاستاذ سراج سعد رئيس هيئه التنميه السياحيه اقول له استاذ سراج عندك كام مشروع نايمين لو اديتك جرين لايت يشتغلوا بكره؟ اتصور انه هيرد رد بالمئات. طيب اكبر من ده؟ ده اكبر من ده واوسع انتشارا وفي جميع ربوع مصر وحاجه حلوه. اذا مصر لو محتاجه ده مصر تقدر تعمله. طيب مصر عملته في راس الحكمه حلو وجميل، بس لا تنسوا اننا فقدنا جزءا من راس الحكمه. يا استاذ هيثم اعتماد البيع ده امر مطلوب يا صديقي، مطلوب وزي الفل وحاجه عظيمه جدا، بس نبقى فاكرين. نبقى فاكرين احنا عملنا ايه عشان نعمل ايه وفقدنا ايه حتى لو شركة فيه. لان لو عندنا وعي وعقل وغيره 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 في ادائنا او وجهة نظر مختلفة كان ممكن يعني نشوف الامور بطريقة تانية. صفقة راس الحكمة صفقة طيبة، عائداتها كويسة، الحكومة أدرى بما صنعته فيها، لكن أنا وجهة نظري إنه الحكومة المصرية أكبر بكثير من إنها تعلن عن هذا المشروع كنصر اقتصادي مبين. لا، النصر الاقتصادي المبين إن أنا أشوف حالي، أنا اللي أقرر إن أنت حققت نصر اقتصادي مبين ولا مش مبين، من حالي، من اسعاري، من الكهرباء اللي بتقطع عني ساعتين، من الادويه، من المستشفيات، من الخدمات، من التعليم. انا اللي اقرر لك ده انت عملت انتصار في ايه. لو سمحت، بما ان سيادتك اعلنت عن انتصارك الكبير بصفقه راس الحكمه، لو سمحت مطلوب من حضرتك الاعلان عن انتصارك الصغير في حق المواطن المصري عشان يقدر يعيش ويبقى بني ادم. ده اللي اتكلمني فيه. ده حكومه، دي مش شركه. يعني دي لو شركه طلعت مصطفى لازم الشركه طلعت مصطفى ياخد ايه؟ ده ياخد كل حاجه وهو ماشي. دي بتاعت طلعت مصطفى والناس اللي زي طلعت مصطفى، نجيب ساويرس، الناس الكبيره دي. انما الدوله المصريه يا جماعه هتعمل مشروع، والله لو كان المشروع ده هيتبني على ربع مصر. مصر اكبر من كده. لو سمحت يا دوله الرئيس تعامل مع مصر انها بني ادمين. بني ادمين. احنا مشكلتنا في غلاء الاسعار نتيجه سياسات اقتصاديه حضراتكم اتبعتوها لا دخل ولا ذنب للمواطن فيها، ولكن المواطن النهارده بيدفع اثارها من دمه ومن لحمه ومن بيته. طيب النهارده لما حضرتك علمتني على المشروع الضخم ده، الحاجه الوحيده اللي اقدر استشفاها مع احترامي العظيم لسيادتك ان الدولار هيهدى شويه. لا يا فندم انا مش عايزه يهدى، انا ما ببيعش حته من مصر عشان الدولار يهدى. وانا عارف ان مش ده السبب، انما يا جماعه الخير لو سمحتوا ابحثوا عن افكار، يعني تجديد لمطالبتي لحضراتكم بالاستقاله وتجديد طلب مني ليكم انكم تدوا العيش لخبازه، وانكم تسيبوا اهل مصر يشتغلوا، وانكم تجيبوا اصحاب الحكايه يلعبوها. اما قيام رئيس وزراء مصر بالاعلان عن هذا المشروع كنصر اقتصادي، طب سيادتك المشروعات الاكبر من كده مين اللي هيعلن عليها؟ الرئيس ولا هنجيب رئيس منظمه الامم المتحده؟ استفيقوا يرحمكم الله، الا قد بلغت اللهم في الشر. استاذ ايمن بيقول لي خلي بالك بعد الفيديو ده هيحاسبوك عليه ويمكن ما تعملش فيديوهات تاني. يبقى امر ربي يا ايمن، يبقى قدر الله ما شاء فعل يا ايمن. شاي ولا سحلب يا ايمن؟ سلام عليكم يا استاذ ايمن. الدوله لو عندها شك فيا بنسبه 1 في المليار ان انا ضد الدوله، ثق تماما ما كنتش هتشوفني على اللايف تاني ومن غير اذى. انا يا استاذ بقول ايه؟ مشروع جميل عظيم، هو ده اللي حضرتك مستنيه؟ حضرتك انت مبسوط يعني؟ اطمنت؟ طيب الدولار بكره هيبقى ب 40 جنيه، حضرتك سعيد؟ بتشتغل في الدولار؟ بتستوي؟ مش قضيتي. انا قضيتي في الدولار مش الدولار نفسه، قضيتي في الدولار انها سياسات اقتصاديه ادت ان حضرتك بتستورد كده فبقى كده، مش ذنبي. انا دخلي زي ما هو، ارباحي مش زي ما هي خالص، كل حاجه اتغيرت لتحت الا كل حاجه بتاخدني فوق في الاسعار. فانت عايزني رئيس الوزراء يعمل مشروع زي ده ويعلن عنه اطلع زغرط؟ لا يا فندم، حلو تمام، بس مش هو ده اللي يعلن عنه رئيس وزراء مصر. انا غلطان؟
امال مين اللي هيعلن عن خطه شامله للنهوض بالتعليم في 10 سنين مكتوبه؟ مين؟ رئيس الجمهوريه؟ طب ومين تاني؟ استاذ هشام بيقول لك ولا حتى هيجيبوا فوانيس للشعب. امال احنا انت عايز فانوس يا هشام؟ عنوانك ايه يا هشام عشان اقول للرئيس؟ اقول له المواطن المصري شايف نفسه ومتملعن وعايز فانوس رمضان. ان ما قلت له يا هشام يا الوظك ما بقاش. تطلبوش من الرئيس حاجات فيها فلوس لانه بيزعل. في خناقتين كده ولا كام دول؟ كام خناقه؟ لا خناقات برضه، ده كده خناقات كتير. طيب كليه الطب جامعه السوهاج، جامعه سوهاج، كليه الطب جامعه سوهاج اعلنت اعلان جهبذي نموذجي خطير من تحت. قال لك رسوب 75%، خلي بالك من الجمله اللي جايه دي، من اطباء المستقبل. من اطباء ايه؟ المستقبل. المستقبل النهو نهي 75% من طلبة الفرقة الأولى طب جامعة سوهاج سقطوا. مين دول يا عماد؟ دول عزيزي المواطن اللي هيعملوا لك عملية الزايدة واللوز والمرارة لو قعدت لساعتها إن شاء الله، لأن لسه هيتخرجوا دول بعد شوية. وكل حاجة أنت عايزها في جسمك الرجالة دي إن شاء الله طالعة تقابلك في وشك. 75% من الدفعة سقط في الفرقة الأولى. السؤال الآن، هل ده سوء تقدير من التعليم اللي تحت مش العالي، الابتدائي والاعدادي والثانوي، انه خرج نماذج لا تصلح اطباء وصدرها للتعليم العالي؟ ولا خطأ التعليم العالي انه قبل من غير، مش بيعملوا حاجه اسمها امتحان ايه في الاول زي كان الشرطه زمان، قدرات وحاجات كده، ولا غلطه مين دي بالظبط؟ السؤال الثاني بقى، دول الولاد المتفوقين، يعني المتفوقين سقط 3/4، امال التانيين حصل فيهم ايه؟ ده ايام ملونه. 75% من كريمه مصر اللي هم جابوا الاوائل اللي هو الوزير بيكرمهم وكده وصور واخد بالك، سقطوا. خلي بالك ان دي كليه الطب. خد عندك الهندسه، خد عندك التجاره، خد عندك كل الكليات اللي هتخرج لك الرجاله ان شاء الله اللي هيحافظوا على القضيه الفلسطينيه، اللي هيسوقوا الاقتصاد المصري. خلي بال حضرتك رئيس مصر هو موجود في الشله دي دلوقتي، بس احنا ما نعرفش اسمه. هو موجود، يعني مين بقى ناجح ولا مش ناجح مش هنعرف. دي مخرجات بلد زي مصر في 2024. بص بعينك بقى على المناطق القريبة، الأشقاء في السعودية والكويت والإمارات وكذا. شوف الناس دي خرجت إيه وراحوا بيهم فين وليه. تلاقي إن حضرتك سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هم ب10 صوابع وإحنا ب10، هم ب10 في الرجل وإحنا ب10 في الرجل، هم بدماغ وإحنا بدماغ، هم حديث العهد وإحنا قديم العهد. كل الفرص المفترض إنها عندك، لكن انت في الاخر عملت كل حاجه في الدنيا الا المستقبل سقط. فمن فضلكم اللي عامل حسابه على المستقبل يدرس الامور كويس، لان المستقبل سقط بنسبه 75%. السؤال الان، هنعيد السنه ولا هنعيد الحياه؟ استفيقوا يرحمكم الله. الا قد بلغت الله ماشي. القضيه دي قضيتي بقالي سنين بتكلم فيها. يمكن دي القضية اللي بسببها أنا طلعت على السوشيال ميديا، لما شاب اسمه راجح اعتدى وخلص على شاب اسمه البنا الله يرحمه. طلعت قلت للرئيس مش مسموح إن أولادنا ينزلوا الشارع وما يرجعوش تاني. ده كان أول فيديو، كان لقاء بحضراتكم من 5 سنين يمكن أو حاجة. والله وقسما بالله البلد دي هتدفع أغلى ثمن نتيجة إهمالنا للشباب اللي اتولد قبل ثورة يناير وأثناءها وبعدها. ومفيش حد في البلد دي
يوما ما يظن انه قادر على اصلاح ما اتلف. ابنه بقى مصر دور تاني، ابنه مستشفيات عظيمه ومسكوا ال 75% الساقطين غرف العمليات عشان يقطعوا فينا. ان شاء الله الرخام والسيكوريت مش هيعمل لي العمليه، الواد اللي احنا نسيناه وسقط هو اللي هيعملها لي. في موضوع انا عاوز اتكلم فيه مع السيد المحترم اللواء محمود توفيق وزير الداخليه. شوفوا يا جماعه، البلد دي المفترض ان كل واحد عارف شغله بيعمل ايه. السيد وزير الداخليه له شغله، السيد وزير الصحه له شغله، في تنسيقات، في كذا. طيب لما يكون النهارده في وضع في البلد دي اقتصادي، هل يهم وزير الداخليه انه البعد الاجتماعي او بحث الاسباب او كذا؟ اقول لك والله ده ظابط حضرتك اخطأت بيقبض عليك، زعلان اتفلت. لكن لما اجي اقول انه في اجراء بيتعمل، لازم سياده الوزير ينتبه ان اهله تعبانين منه. ايه الموضوع؟ الموضوع انه النهارده المخالفات والترخيص والتجديد والكلام ده اصبح يا جماعه امر اسهل من اللي عنده عيل في الثانويه العامه. اصعب، اسف. ليه؟ انت عشان تروح المرور يا نهار ده انت لازم تاخد معاك 2 يضمنوك. ما هتعمل ايه؟ طيب ان كان مصروفات تجديد، مصروفات ترخيص، مخالفات، هي القصه كده بس؟ لا، تعال اما اقول لك. الناس اللي كلمتك عنهم دول اهل البلد دي. طب تعال نرجع عجله ورا كده ونقول ايه؟ شركات التقسيط اللي بتحبس مصر النهارده عشان اللي واخد عربيه قسط مش قادر يدفعها، هل ده بعد اجتماعي؟ واحد يقول لك يا عم وانت ما اشتريتها ليه؟ لا تعالى، ما هو اللي حصل ده لا ذنب للمواطن فيه عشان يتحبس نتيجه ان الدنيا غليت فبقى يبدل اكل عن قسط العربيه. انا عندي سؤال محترم جدا جدا جدا، اي حد في البلد دي حريص عليه لازم يفكر فيه. كم مواطن مصري مرفوع عليه قضايا شيكات بدون رصيد من شركات التقسيط؟ ومحدش يقول لي طب ما طول عمرنا بنشتري قسط وبنسد. النهارده اصبح المواطن غير قادر على السداد. كان بيدفع قسط مثلا عربيه 5 6 4 3 كان عايش. النهارده جه البقال خدهم منه. حضرتك تنصحه بايه؟ يديهم للبقال ولا للعربيه ويجوع العيال وينزلك الشارع؟ ده كل ده فين يا فندم؟ عشان يدفع القسط، عشان ياخد جواب تجديد يجي لحضرتك بيه. فاحنا دلوقتي بين شقي راح. الشق الاول ان المواطن النهارده عايز جواب تجديد فلازم يدفع والا هيدخلوه السجن، ده اذا ما كانش جوه دلوقتي في السجن. عمل ايه؟ ما عملش حاجه. عمل انه اتاخر في سداد شيك نتيجه ظروف لا دخل. عايزينها كده ولا عايزين نكذب على الله؟ طب يا استاذ ما في ناس اصلا ما بتسدش ماشيه ماليش فيه، ما انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم في التغيرات اللي طرأت على المجتمع خلت المواطن النهارده اللي ساكن في شقه ب 3000. انا كان قاعد معايا واحد امبارح مأجر شقه ساكن فيها هو ومراته ب 3000 جنيه. فلقيت الراجل عمال يفرق في الموبايل يقول لي انا هتجنن، فبقول له في ايه؟ قال لي الشقه اللي انا فيها لازم امشي منها اديها للراجل، وفوجئت ان اللي زيها ب 18000. اروح فين يا استاذ هيثم انا ومراتي وعيالي؟ عارفين قلت له ايه؟ انزل. ما انا هقول له ايه؟ اقول له اسرق. هو مرتبه اصلا مش ال 18000. يروح فين بقى بمراته والعيال؟ شقه ايه؟ فاذا في اعباء الدوله يجب انها تكون متفهماها. طب ايه اللي بيحصل النهارده؟ وزاره الداخليه بتوقفك في الشارع. الرخص، اتفضل يا فندم، تلاقي رخصه العربيه منتهيه. وهو عارف، يعني هو عارف. ما هو برضه خلي بالك ممكن يكون الضابط نفسه عليه قسط عادي، ما هو ابن بلدك اخوك عايش شارع عربيه قسط وشارع شقه قسط. فيحصل ايه؟ يقوم ساحب الرخصه واخدك حبسك بمحضر مثلا في الاسم وتعرض على النيابه او كده، والعربيه تتاخد تترمي في مشروع في مخازن او حاجه أو كعقوبه. طيب اللي انا وقفت عنده هنا ايه؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه ايه كم العقوبات دي؟ طب يا فندم ما تاخد الرخصه يا فندم وبلاش تبهدل العبد لله ده عشان ده بني ادم ربنا خلقه وكرمه. خد يا فندم الرخصه واعمل له محضر ومضيه مع السلامه وابقى تعالى المحكمه. لا،
ده الرخصه وهو على الاسم والعربيه تتاخد. ايه المقصود من ده؟ المقصود من ده بحسب رايي واخطئ واصيب ان الناس مش عارفه تروح المرور تجدد وتدفع مخالفتها. فالدوله لاحظت ان الناس ما بتدفع. طب يا جماعه لما انتوا لاحظتوا كده عملتوا ايه؟ شددتوا. طب يا فندم هتاخد الرخصه وهتاخد العربيه وهتاخده ونعدمه. طب يا فندم وبعدين؟ هل مصلحه حضرتك ان انت تعمل فيه كده ولا مصلحتك انه يبقى ماشي سليم وتستوفي مستحقاتك؟ اعمل لنا حمله يا بيه في البنوك، اللي عايز يسد ومش قادر ويدفع ترخيص عربيته يجيب لك قرض ويخصمه يعني اقصد حل. ما تجيش على مشكله تمس ملايين وتقف تقول والله القانون. لا، القانون يتغير. ليه؟ لان مش مشكله هيثم ولا حسين ولا ابراهيم، لا دي مشكله بيعاني منها كل الناس. يا جماعه الخير كلموني عن واحد النهارده بيقبض 6 ولا 10 ولا 15 ولا 20. لو سمحتوا سيد المحترم وزير الداخليه قول لي بعد اذن حضرتك يعملها ازاي؟ يجدد مخالفات والمصروفات الضخمه، مخالفات طبعا سيد وزير الداخليه يضرب بيها مني تذبح اي حد. ليه؟ سلوكياتنا لسه والدوله قامت منظمه ومش حاطين لك برضو السرعات المقرره اللي انت لو خالفتها هتبقى مخالف، فانت ماشي عمال تتصور يا برنس تكي 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 احلى عظمه. طيب بصوا لقوا في الاخر ان الناس في اعداد ما بتجيش، وده على فكره استنتاج. يعني ايه اللي يخلي الداخليه تقول لي انضباط؟ ما هو انضباط غرضه ايه؟ مش استيفاء مستحقات الدوله؟ مش انك لازم تبقى ماشي سليم؟ المرور جعل عشان يدي حياتك رخصه تمشي بيها سليم، ما دون ذلك هو استثناء مش القاعده. طيب اذا عرفنا ان القاعده اصبحت هي الاستثناء اصبح قاعده، يعني النهارده الناس بتعاني. طب شوفوا لنا آلية تعدينا المرحله دي. طب يا استاذ هيثم انت مش عليك مخالفه ما تدفع يا سيدي، يدفع انا ما عنديش مشكله، بس انا بقول ايه؟ المصريين ناموا وصحيوا لقوا عربياتهم عليها فلوس. طب حلو، وده القانون وده النظام. طب ادينا عرفنا واتعلمنا وهنمشي كويس ان شاء الله. هنعمل ايه مع بعض في دول عشان اقدر امشي معاك سليم؟ فانا اللي طالبه من معالي وزير الداخليه لو سمحت حضرتك وتكرمت شوفوا لنا آلية نساعد الناس على انها تبقى سليمه، مش آلية نحبس الناس بيها. انا قد بلغت اللهم فاشهد. انتوا ما بتعملوليش شر، انا خلاص انا ما بقتش عايز اطلع منكم. استاذ مصطفى بيقول لي انا بقبض موظف وبقبض 4000 جنيه بدفع نصهم واكتر ميه ونور وغاز غير الايجار والبيع عيش حاف. اتكل على الله واشتغل شغلانه تانية. استاذه عايده بتقول لك كل كوم والرادارات كوم. انا بقيت نجمه رادارات المحور، اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. عملت ايه؟ ما هي برضو لسه مترجمه على ان ايه؟ اجري احنا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين بقى وتريحوا نفسكم، احنا 24/7 متصورين. امشي عدل، ما تستناش ان في امين شرطه، ده في كمين، في كاميرا مستخبيه لك هتجيبك. فعزيزي المواطن التزم. بس المشكله النهارده انا بلاش السيد وزير الداخليه ان الحاجات اللي انت كمواطن ما تقدرش تلتزم بيها. والله يا بيه ما قادرين يا سياده الوزير، والمصحف ما الناس ما قادره، فما نكملش عليهم. هي بسيطه، ساعدونا ان احنا نشوف نعملها في المخالفات دي، تقسطوها لنا بقى ناخد نعمل ايه، ومشونا حركونا عشان الحياه تستمر، مش طلب حرام ولا عيب. حكومتنا الرشيده بتنتظر اي حادث عالمي لتسند اليه الامر انها الازمه الروسيه الاوكرانيه، الازمه العالميه. قوم يا اخي، الدوله الوحيده اللي ما اتضررتش من وجهه نظري هي الدوله صاحبه الازمه روسيا. اقتصادها بينمو نمو غير عادي. بوتين عنده حته واحده ست ممسكها المركزي باين ولا ايه؟ لهلوب، احنا عايزين نستنسخ الست دي. كل العالم اتأذى من أزمة روسيا أوكرانيا، إلا إنه الروس أداروا قضيتهم بشكل حقق نمو اقتصادي. هكذا صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مش أنا. طب وبعدين يا أستاذ عايز، يعني هم ما عندهمش مشاكل زينا والعالم كله مقاطعهم وقاطعين عنهم نظام الفيزا والسويفت وكل العفاريت اللي تخليه إنسان، وهو مكمل وبينمو اقتصاديا زي الوحش وبيحارب وبيضرب نار كل يوم. واخد بالك أنت يا عماد؟
طيب ما قالش لمواطني الازمه وانتوا شايفيننا لا، حقق نمو، ونمو كبير. او بعدين وحقق تقدم علمي اسطوري. خبر حلو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عز الازمه النبويه الحنفيه قال لك انتجنا لقاحات مضاده للسرطان في روسيا. مبروك. هم بيحاربوا كده والواد وراهم بيجهز اللقاح. مش احنا عمالين نعيط عشان جيشنا على الحدود بيستنفذ وبيستنفر وبيستنزف ماليا، وبنقول يا جماعه ده وضع حرب اقتصادي. وحرب اقتصادك مين؟ كل واحد في مكانه، انا مالي. فالراجل اعلن عن انهم خلاص بيطلعوا لقاحات مضاده للسرطان. قمت انا توقفت، مش قليل. احنا في السلم وما حققناش حاجه، يا ترى في الحرب هم بيحققوا ليه؟ استفيقوا يرحمكم الله. الا قد بلغت الله ما فيش. البث بيقطع. الله، وعماد عنده فكره عن الموضوع ده. طيب، في الوقت اللي اعلن فيه دوله رئيس الوزراء عن مشروع راس الحكمه وعائداته الكبيره المحترمه، تجد خبر تاني يحسسك ان السياره ترجع بقوه الى الخلف. قال لك انخفاض معدلات التصدير. يا نهار اسود، يعني كل الليفات اللي انا عملتها دي ما حوقتش. ده انا حاسس ان الموبايل بتاعي هيصدر على نفسه. انخفاض معدلات التصدير. وده معناه ايه؟ معناه ان عملاتك او الوارد من العمله الدولاريه عندك هيقل. الله يبارك لك. ايه تاني؟ قناه السويس نزلت النص. ده معناه ايه يا مليجي يا فتحي؟ نزلت النص برضه. ده معناه ايه؟ انخفاض في وارداتك او عائداتك الدولاريه. طيب يعني احنا تقريبا عائدات القناه نزلت مثلا 4 5 مليار، ومعدلات التصدير نزلت كام ما اعرفش. يعني احنا بنتكلم كده انه طار تلت المبلغ اللي جاي من راس الحكمه. طيب اذا تفضل دوله رئيس الحكومه والحكومه الموقره ورفعوا معدلات التصدير، كان زماننا بنقول كده. طب تترفع ازاي دي يا هيثم؟ عادي زي ما انت بتترفع كده. مصانع ايه؟ مناطق صناعيه متكامله، ظهير صناعي زراعي لكل محافظه. الدوله تتبناه بجهاز بقى اعلى، لجنه عليا واخد بالك. الناس دي تنتج، نصدر، نجيب دولار. ازاي؟ ما اعرفش، انا ما بفهمش في اي حاجه. انتوا تعملوا اللي انتوا شايفينه صح. هنا بترتفع معدلات التصدير. انما التصدير ايه يا فندم اللي انخفضت معدلاته؟ هو كان زاد. يعني انا بلدي كان فيها تصدير مبهر ومبهج كده، وبعدين فجاه لا سمح الله انخفض. يعني زي قناه السويس كده مثلا كانت بتدخل لنا باريزه بقى شلب. انا احنا بقالنا سنين بنحارب على ده، بنحارب ان ده يتعمل. فالنهارده انخفض، يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل، سيؤتينا الله من فضله. الا قد بلغت الله ما فشل. برضه مفيش شير ولايك ولاف وقلب وكده. انتوا اتغيرتوا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، خد بالك من الخبر اللي جاي ده، ما تقفش عنده كتير. هو مستفز. دكتور طالع بيقول لك ايه؟ على فكره اكل 3 وجبات ده غلط ومضر بالصحه. انت بتتكلم جد؟ انت تعرف عماد؟ يا ليله بيضه يا ولاد، 3 وجبات ايه؟ مضر بالصحه؟ تؤمر بكام يا عسل؟ اولا انا احب اطمنك ان مفيش 3 وجبات، انسى الهجص ده بقى. انت عايز ايه يا عم الحاج؟ قال لك اصل سيدنا علي لما سالوه، او اسف ابن سينا اللي هو بابا الطب، لما سالوه البني ادم ياكل تاني امتى؟ قال لك لما يبص لفضلاته ويعرف. يعني المهم ما تاكلوش 3 وجبات. عندك ايه تاني يا عماد؟ مين اللي قال لك يا بابا تقول كده؟ 3 وجبات؟ انت فاكر المصريين بياكلوا 3 وجبات؟ انا بس اللي باكل 3 وجبات. ده تمهيد لايه؟ تقشف جديد قادم.
ما عجبنيش الكلام، واذا قلته تاني يا عم يا رب الناس تاكل 3 و4. انتوا موجودين عشان نصوم يا عم، احنا الشهر الجاي صايمين غير ال11 اللي فات. استفيقوا وارحمكم الله عشان انا اتخنقت. خناقه بقى كبيره بقى اتعصب فيها وامشي، عشان دي من بره. صلوا بينا على النبي. والله انا تعبت. طبعا حضراتكم فاكرين خلافاتنا مع اخواتنا في الكويت عن بعض المسيئين عندهم هناك، اما بيعكاكوا، فبنطلع نضربهم بالشبشب على وشهم، واخواتنا في الكويت بيساعدونا يقبضوا عليهم وخلاص بخش انام. لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات زي سلطان الحربي، فاكرينه؟ سلطان ده اتشهر قوي لما قال لك وحيث أن مصر وقعت وسقعت. طلع النهارده إعلامي كويتي اسمه محمد السداني. مين محمد ده؟ إعلامي كويتي حبيبي شقيق، والكويت شقيقة وكلنا أشقاء في الله. قال الأستاذ كان منفعل، والحمد لله ان ما جالوش غلطه لان كنت خايف عليه. قال لك اعتبروا ان الكيان الصهيوني هو القاهره، تونس، اليمن، السودان. مين ده؟ محمد السداني بيقول على مصر بتتكلم على امك يا محمد؟ مش عيب يا حبيبي؟ مش امك دي اللي بعتت عيالها يشيلوهم من عليك عشان ما يحصلكش حاجة غلط لا سمح الله؟ مش امك دي يا محمد هي اللي قاعدة على المعبر ومحتضنة للفلسطينيين، ومن غير مصر في العالم كله ما تقدرش تدخل زجاجة كاكاكولا؟ مش يا محمد وانت بتتكلم على امك تثبت كرامة؟ الا قول لي يا محمد انتوا عملتوا ايه يا حبيبي؟ اعلنتوا عن دخول 250 الف فلسطيني لاراضيكم ولا منعتوا؟ انا رأيي تعلنوا عشان الشرف امانة، وتقولوا وانا ابعت للرئيس السيسي بصفتي مواطن مصري انه يوافق على دخول ال 200 الف فلسطيني تمهيدا لسفرهم الى الشقيقة الكويت. ولا انت ما بتعرفش غير انك تقف تولول؟ بص انا ما بحترمش اللي يجيب سيرة بلدي غلط، وانا مش عايز اعرف انت مين، لكن عايز اقول لك تلزم مكانك، وان زدت زدنا وان عدت عدنا. تتكلم عن مصر تتكلم بأدب. اما اليمن اشرف من دول كتير يا اخي، ما عندهمش فلوسك ولا سلطانك ولا جاهك ولا عندهم حاجه، بس رجاله. بتتكلم على اليمن؟ مين تاني؟ السودان اللي الخليج ضيعها، عايز منها ايه السودان؟ عايز ايه من مين؟ انت بتتكلم على مصر؟ انت مين اصلا على الخريطه عشان تتكلم؟ عرفني بنفسك. تتكلم عن مصر؟ مصر صهيونيه يا عديم الربايه؟ تقول لو عايز اعتبره كيان الصهيوني هو القاهره؟ قاهره مين؟ والله يا اهلنا في الكويت انتوا ما تهمدوا ولا ما خليها خلي معاكم، اقسم بالله. اسمعوا بقى، عشان انا راجل ما بحبش قله الادب. هتقلوا ادبكم هطلع للكبير اجيبه معانا تحت. قله ادب وسفاله وعدم احترام، كل قرد يلزم شجرته. بدل ما هعيد القديم واجيبه تاني وبتبوسوا الايد. ادب واحترام فوق راسي. مفيش ادب عندي شبشب انتوا عارفينه. استفيقوا ارحم لكم ولنا. لقد بلغت اللهم فشل. مين ده؟ انت ماما عارفه يا ولد انك انت قلت كده على امك؟ واحد بقى دلوقتي يقول لي لا يا استاذ ده بيحب مصر. مصر مين اللي بيحبها؟ انت شفت قال ايه على مصر؟ العيال دي بتطلع منين العيال دي؟ ما لازم نرش بخاخ بتاع الحشرات، نرش عشان ما حدش يطلع. عنصرية ايه يا ميدو؟ ده ناس عيانه، ده الناس دي لازم تتعالج. اقسم بالله الناس دي عندها سواد في القلب والراس، لازم يتعالجوا. ما نجيبهم هنا عندنا في العباسيه نعالجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص بقت النملة فاكرين ما تقدرش؟ فاكرين الأستاذ محمد صبحي في المسرحية بتاعت التخاريف لما طلع له أزعة كده قال له ما تقدرش؟ بيقول لك النملة بتقل أدبها على الفيل.
العيب في النملة ولا على الفيل؟ أقر وأعترف أن العيب فيه وعلى الفيل، لأن العيال لما بتتنطط كتير والفيل نايم بيفتكروه مات، إنما لو فرق خلصت. أقسم بالله، أقسم بالله ثلاثة، العالم ده عايز يعاد تشكيله مرة تانية، كل واحد لازم يركب مكانه. اقسم بالله، على المستوى العربي بقى، على المستوى ولاد المأستيكة كلاب العالم، على اي مستوى انت عايزه، دي نصبايا كبيره قوي، والله نصبايا كبيره. يعني الخارجيه ما سمعتش التصريح اعلامي كويتي؟ طب والاعلاميين لو طلعوا كلوك بقى يا سداني ولا يا سندان، انت حكايتك ايه بقى؟ هيعملوا فيك ايه؟ ارجو ان هم ما يعرفوش عشان هيقلوظوك. استقم وتأدب، ولما تيجي تتكلم على مصر كأنك بتتكلم على امك، فاهم؟ انا طولت عليكم. 5 دقايق يا محمد، قصدك ب5 اتوبيسات؟ مالناش دعوه بقى بالذكريات المحزنه احسن بيزعلوا. انت بتتكلم عن 5 اتوبيسات و5 دقايق، ما اتكلمتش عن حضن مصر الام لما خدتهم في حضنها. لا يا عم احنا ما حررناش، خلي بالك الكلمه دي بتوجعهم قوي، ما تقولهاش عشان بيتجننوا. قول لهم امريكا اللي حررتكم، يقول لك ايه. لكن قول لهم خدناكم في حضننا بس كده، الحضن واسع، حضن الام، حضن الام ده يسعم الحبايب ايه، حتى قلالات الادب. الاعلاميين عندنا ما سمعوش، او هم بقى اصحاب مصالح مع بعض، انا ما عنديش مصالح مع حد. كاتكوا القرف كلكوا الكل كليله. ده انتوا علم والله العظيم، ده ربنا باذن الله هيكون له تصريف مع الكل. الخناقات خلصت؟ هي ما خلصتش، بس انا مش عايز اتخانق تاني. مزاجي كده، انا دينك وحر وبعمل اللي انا عايزه. اسمه ايه؟ سعدان؟ سعدان ايه؟ محمد السداني ولا السعداني؟ ده جاب منين سعد؟ ده داني كفايه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وقتكم وعلى اهتمامكم، وارجو منكم دعم الصفحه، لان الصفحه فعلا من ساعه ما اتكلمنا على موضوع غزه والكلام ده والصفحه متأنصره. ولاد المأستكه بحصرنا. فلو سمحت دعم منكم بقى بالشير والحاجات اللي بتعملوها دي، عشان احنا التخبيط كتير وممكن ننام في يوم ما نلاقيش صفحه. ويا ريت تشتركوا على القناه على اليوتيوب، كلمات مواطن ونص برضه على يوتيوب، وبرضه على الانستجرام وايه تاني؟